بص انا دلوقتي بصور لك بعد ما الفيديو خلص. انا عارف ان ممكن الفيديو يكون طويل شويه، بس عشان خاطري اسمع الفيديو ده للاخر. اسمع الكلام اللي انا هقوله لك في الاخر والكلام اللي انا هقوله لك في الاول وفي النص. الفيديو قسما بالله مهم قوي قوي. اسمع كل كلمه انا بقولها لك من قلبي، وان شاء الله ان شاء الله بعد ما تطلع من الفيديو ده هيفرق معاك باذن الله. هقول لك بقى على شويه حاجات كده ما لهمش لازمه، واتمنى والله العظيم انك تكون بتسمعني لحد اللحظه دي في الفيديو وتسمع الكلام اللي انا هقوله لك. اتمنى اقسم لك بالله. ايه هي بقى يا عمر؟ او انت عاوز تقول لي ايه؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ طب بص، عايزك في الفيديو ده عشان خاطري ماشي، اديني كل تركيزك. يعني هات كده ده تركيزك، هات كده كل تركيزك ده وركز في الكام حاجه اللي انا هقولها لك دي عشان خاطر اخوك. طب اول مره هتلاقيني بطلبها منك السنه دي، يعني بقول لك اعمل لايك للفيديو ده. ليه؟ عشان ده بيساعد ان الفيديو يروح لغيرك. فانت اعمل لايك للفيديو ده، او انت لو في صاحبك في ثانويه عامه، انت في صاحبتك، ابعتوا لهم الفيديو على طول. طب ايه بقى ان شاء الله اللي انا جاي اقوله لك النهارده؟ جاي اقول لك ان احنا دلوقتي في شهر 11. احنا خلاص شهر 11 داخل اهو. انت في الغالب اصلا بتسمع الفيديو في شهر 11. ايه بقى اللي انا جاي انبهك ليه؟ وايه اللي انت المفروض تكون فقت ليه دلوقتي؟ اسمع الكلام ده من اخوك، ولو ما طبقتش الكلام ده اقسم لك بالله هنتعب انا وانت قدام قوي. لا هنتعب جامد. طبعا احنا المفروض دلوقتي ان شاء الله نكون في حاجات بنعملها. قبل ما نعمل الحاجات دي ندرك ان فات 3 شهور من ثانويه عامه. هل هنا انا بخوفك؟ لا، انا بس بفهمك. انا بذكرك ان انت فات منك 3 شهور. المفروض انت تكون عملت حاجه في ال3 شهور دول، ماشي؟ فانت المفروض فات 3 شهور وهيفوت شهر 11، وهتلاقي نفسك بنجري يلا عشان داخلين شهر 1 وداخلين شهر 2 وبعد كده 3، بعد كده مراجعات، وهتلاقي السنه بتجري. وده اللي انا بنصحك بيه دايما. انت بقى دلوقتي عملت ايه؟ ما هو بص بقى المره دي النصايح والتحفيز والكلام ده الكلام ده مش هيعمل حاجه. يعني الكلام ده مش هيفيد باي حاجه اصلا. انت دلوقتي ايه اللي انت وصلت له؟ ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ هل ذاكرت؟ هل خلصت اللي وراك؟ هل لميت المتراكم؟ هل الحاجات اللي فاتتك انت رجعت جبتها وخلصت الحاجات اللي وراك، ولا لسه زي ما انت واقف في مكانك؟ انا لسه زي ما انا واقف في مكاني. طب الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده مش كلام تحفيز، اقسم لك بربنا ده ما كلام تحفيز. امال ده ايه؟ ده كلام انت هتطبقه هتلاقي النتيجه على طول. يعني انت مش لسه هتقعد وتتابع النتائج. لا، انت هتخلص ان شاء الله تطبق الكلام هتلاقي النتيجه على طول. اول حاجه، انت ايه علاقتك بربنا؟ هتيجي تقول لي ثواني، ما هي علاقتي بربنا دي يا عمر هتفيدني في ايه؟ هقول لك ابسط حاجه وهفضل احكيها لحد ما اموت. يعني انا لو ربنا فضل مقدر لي ان انا افضل في الثانويه عامه كده، هفضل احكي لك الموضوع ده وهفضل احكيه لكل الدفعات. يعني لو فضلت في مجال التدريس، لما دخلت الامتحان اقسم لك بالله كان في اسئله كتيره جدا 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 انا ما اعرفهاش، وكنت بهبد اسئله كتير، خاصه امتحان الفيزياء وامتحان الكيمياء. خاصه لو تسمع عن امتحان الكيمياء بتاعنا كان قالب الدنيا. المهم انا بخش الامتحان، السؤال انا متاكد ان انا رايح امسك السؤال ده انا بهبد. عارف انت مبدا الهبد ده؟ انا ههبد السؤال، خلاص الوقت بيخلص. اطلع وراجع الاقي السؤال صح. اقسم لك بالله مش سؤال بقى، ده اسئله كتير. ليه؟ عشان توفيق ربنا. طب توفيق ربنا ده هيجي بسبب ايه؟ هيجي بسبب ان ربنا يكرمك. حلو، كرم ربنا هيجي بايه؟ بان انت مع ربنا، ان انت ماشي مع ربنا. ادي لربنا عشان ربنا يديك، عشان ربنا يكرمك. اعمل اللي ربنا قال لك عليه عشان ربنا يكرمك. اقسم لك بالله لو عملت دي، انا اللي بقول لك لا تنجح من غير مجهود. انا عارف ومتاكد انا بقول لك ايه. كل اللي انا وصلت له الحمد لله بفضل من ربنا، ولا بقى بشطارتي ولا بمجهودي ولا باي حاجه. اي حد بيوصل لاي حاجه مش انا بس، دي باراده ربنا وبكرم ربنا ليك. كرم ربنا هيجي لك بناء عن ايه؟ عن اللي انت بتعمله لربنا. صلي، قرب من ربنا، اذكر الله، اعمل اي حاجه فيها طاعه، تصدق كل يوم. هات كده واحد صاحبك وانت هاتي واحده صاحبتك، احنا كل يوم بعد ما نخلص الدرس هنعمل 1 2 3. احنا هنشجع بعض اننا نصلي. سمعت كلامي الحمد لله، ما سمعتش كلامي براحتك. يعني انا بقول لك اللي هيفيدك، انا بقول لك الحاجه اللي انا جربتها، واخويا لسه مخلص ثانويه عامه دكتور عمار الحمد لله بيطبق. انا بقول لك التجارب اللي انا عملتها واللي نقلتها لاخويا وفرقت معاه، واللي بقولها لك عشان تفرق معاك. حلو. تاني حاجه لازم تعملها، هو انت بتأدي ايه دلوقتي لدراستك؟ ايه اللي انت بتأديه لدراستك؟ هتيجي تقول لي طب بص انا هقرب من ربنا قوي وخلاص بقى، ما انت قلت لي كده هنجح. ماشي. لو جينا نشوف الاجانب والغرب، دول اكتر ناس ناجحين. يعني انا لو جيت مثلا اقول لك مصر ولا امريكا في النجاح، فانت هتقول لي لا طبعا امريكا، دي مش محتاجه. طب ازاي واحنا مؤمنين اكتر منهم؟ هاجي بقول لك لان ربنا بيكافئك على السعي. يعني ايه السعي اللي انت سعيته عشان ربنا يكافئك عليه؟ في سعي انت بتقوم بيه، بتذاكر، بتفتح الكتاب. في طلبه او في نوع من الطلبه، هو كتير جدا يعني للاسف في النظام ده،
وهو ان بيقول لك انا هفهم الدرس. انا كلمتك عن الموضوع ده قبل كده وهكلمك عنه تاني. امتحانك السنه دي هيبقى محتاجك حافظ اكتر ما انت فاهم. تاني امتحانك السنه دي هيبقى محتاجك حافظ اكتر ما انت فاهم. وهتخش الامتحان وهتشوف امتحانك السنه دي، وانا على مسؤوليتي الكلام ده. كل كلمه انا بقولها لك انا عارف هي جايه منين وعارف بقولها لك ازاي. اي كلمه انا بقولها لك، فالكلام اللي انا بقوله لك ده اللي هيتطبق. طب ايه الكلام اللي هيتطبق؟ امتحانك السنه دي هيكون ركز، من اسهل امتحانات ثانويه عامه. خد دي سكرين فيديو كده وخليها عندك ان شاء الله. امتحانك السنه دي هتطلع من الامتحان تقول امتحاناتنا دي سهله جدا جدا جدا. سهله لمين؟ للي حافظ المنهج. وهتطلع وهتشوف احنا في شهر 11 هل بدات انك تحفظ المنهج، ولا بتعتمد ان المستر شرح الدرس فانا خلاص كده فهمت الدرس وخلاص؟ دي النقطة بقى. هل بدأت انك تحفظ؟ طب هل بدأت انك تذاكر اصلا صح؟ يعني ايه اذاكر صح؟ يعني انا المستر شرح لي الدرس، هل بعد ما المستر شرح الدرس انا دخلت وقعدت ذاكرت الدرس وفهمت الدرس وحليت على الدرس؟ ولا انا مجرد ما حضرت الحصة انا كده خلاص رضيت ضميري وخلاص؟ لا، في حاجات كتير. انت يا ابني في ثانوية عامة. في ثانوية يعني ايه؟ في ثانوية عامة يعني انا المفروض يا عمر طول اليوم اكون بذاكر. يعني انا المفروض ابدا بنظام. ايه هو النظام اللي ابدا بيه وافضل نظام للمذاكره؟ ده افضل نظام. ايه هو؟ ان انا اول ما اقوم من النوم اي وقت، عشاء، مغرب، ظهر، عصر، فجر، اي وقت، انا افضل يعني تبدا يومك من الفجر. اللي انا بفضله اللي انت عاوزه هو الصح. حلو. انا قمت وقعدت يا عمر بدات اني اذاكر خلاص. فانا فتحت المحاضره، لازم اعمل ملخص للمحاضره. ما اصل انا يا عمر سمعت ان الملخصات دي مش بتفيد. اللي قال لك كده مش فاهم حاجه. اللي قال لك كده ما تاخدش منه معلومه تاني. ده خلاص سمعت منه المعلومه دخلها من هنا، خرجها من هنا، بس ما تسمعلوش معلومه تاني. ليه؟ لان اكتر حاجه هتفيدك الملخصات دي، اكتر حاجه. فابدا اقعد اجيب ملخص كده واعمل ملخص للدرس اللي انا هقعد وهذاكره. اعمل ملخص لاهم الحاجات، سؤال مش فاكره، الحاجات دي كلها. حط الملخص على جنب وابدا خش اقرا الدرس. قرات الدرس ابدا يلا انك حل. ثواني. انا وانا بحل بص مستحيل بنسبه 1,000,000% انك تحل اسئله الدرس كلها صح. مستحيل. هتلاقي معظم الاسئله اللي قدامك يعني بنسبه كبيره قوي صعبه. ثواني. ليه المستر بالذكاء؟ ليه المستر بيعمل لك فيديو حل؟ ما هو المستر لو عارف ان انت هتخش تحل على طول ما هو مش هينزل لك فيديو للحل، هينزل لك فيديو للشرح وبس. ليه المستر بيحل لك؟ لان هو عارف انك مش هتقدر تحل. ليه انا لما بشرح المحاضره يعني مثلا يونت 2 المباشر والغير مباشر، عارف ان يونت صعب جدا، ليه بعد ما بشرح المحاضره بخش احل لك الاسئله اللي موجوده في الكتاب؟ عشان انا عارف انك مش هتقدر تحل لوحدك. عشان انا عارف انك لازم تاخد تفكيري ولازم تاخد كل الحاجات اللي انا اتعلمتها بحيث انك تقدر تحل. هل انت هتقدر تحل لوحدك؟ لا. يبقى انا بعد ما عملت ملخص وبعد ما ذاكرت الدرس وحفظت القوانين وحفظت القواعد وحفظت النظري وعملت كل حاجه وانا بحل، مش هحل لوحدي. ما انا مش هقدر ان انا احل لوحدي، لازم مستر بشوفه بيحل ازاي واحل معاه. ثواني، اتفرج على المستر وهو بيحل؟ لا، حل انت الاول بعد كده اتفرج على المستر. بس يبقى لازم في خطوات، في حاجات دي اللي بتأدي في الاخر انك تجيب مجموع. هي الحاجات دي ابدا اتفرج على المستر وهو بيحل، ما سيبش محاضره للمستر. طب دي كانت اول حاجه. ايه تاني حاجه يا عمر لازم اعملها؟ انا قلتها لك في الفيديو اللي فات وهقولها لك تاني. ظبط نومك وابعد عن التليفون عشان تلاقي وقت تعمل اللي انا بقول لك عليه. ظبط نومك وابعد عن التليفون من الفتره الجايه. يا ابني النجاح بتاع ثانويه عامه ده حلو. النجاح مش لحظه النجاح اللي انت هتنجحها وقت المجموع، مش دي انت دي مش هتحس بيها غير ثواني كده. ثواني. لحظه النجاح وانت بتجيب المجموع دي ثواني، سواء جبت مجموع سواء ما جبتش مجموع لا قدر الله ثواني. لحظه الفرح ثانيه، لحظه الحزن برضه ثانيه. ايه اللي هيفرق معاك بعد كده؟ بعد كده وانت بتشوف نفسك كده الحمد لله ناجح، بعد كده وانت بتشوف نفسك شغال لحسابك مش شغال عند الناس، بعد كده حتى لو شغال عند حد انت شغال الشخص ده هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجه. لا، انت لما بتتعلم وبتاخد شهاده الناس هي اللي بتحتاجك مش انت اللي بتحتاجها، بل ان ممكن اصلا انت تشتغل لحسابك. بص بقى، مش هقول لك مش هقول لك تشغل ناس عندك، لا، تخلي ناس هي اللي تساعدك في شغلك، تخلي ناس تساعدك انك تكبر شغلك، ما تكبرش شغل الناس. الكلام ده كله يحصل امتى؟ من بعد السنه دي. كفايه انك هتعيش الحياه اللي انت عاوزها. دي ابسط حاجه انا اقدر اقولها لك. ما هو بص يا عمر، ثانويه عامه مش دي السنه اللي هتحكم، لا اقسم لك بالله دي السنه اللي هتحكم. هي دي السنه اللي هتقرر هل انت بقيت حياتك يلا هيبقى ليك بص هيبقى ليك لازمه ولا مالكش لازمه. انا اسف في الكلمه. احنا في شهر 11، لو بدانا من دلوقتي احنا لسه في طلبه كتير جدا اصلا ما فكرتش ان هي تبدا، في مدرسين لسه بتبدا منهج. احنا لسه في يونت 2 في الانجليزي، احنا لسه في يونت 2.
يعني احنا لسه اصلا المحاضره الجايه ان شاء الله مراجعه يونت 1 و2 والكلمات وكل حاجه، لسه بنراجع في يونت 1 و2، احنا لسه بدري قوي، احنا لسه بدري. عشان كده بقول لك ابدا من دلوقتي، ابدا غير كل حاجه من دلوقتي انت شايف انك بتعملها غلط. هقول لك بقى على شويه حاجات كده ما لهمش لازمه، واتمنى والله العظيم انك تكون بتسمعني لحد اللحظه دي في الفيديو وتسمع الكلام اللي انا هقوله لك، اتمنى اقسم لك بالله. ايه هي بقى يا عمر، او انت عاوز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الوقت اللي بتقعده مع اصحابك سواء قبل الدرس سواء بعد الدرس سواء على التليفون، الوقت ده اقسم لك بالله يا ابني هتندم عليه جامد، والله العظيم هتندم عليه جامد. بص ابسط حاجه، كفايه الوقت اللي انت بتضيعه في اليوم، انت المفروض اصلا ما تنامش. عمر ما تكبرليش الموضوع يا ابني، ما هو انت لو عاوز تحقق تجيب حاجه ده لازم اللي انت اصلا تكون بتعمله، فانت ما بتعملش كده، فما تسوقش الامور اكتر. يعني ما تقعديش مع اصحابك قبل الدرس بساعتين وبعد الدرس بساعتين وتقول لي اصل انا بعمل اللي عليا، ما تضحكش على نفسك، مش انت كده بتضحك على نفسك. ماشي، دي كانت حاجه. تاني حاجه، ما توهمش نفسك انك بتذاكر. يعني ايه ما اوهمش نفسي اني بذاكر؟ هنفترض مثلا ان علبه الدواء دي انا هقعد وهذاكرها، خلاص حلو، فانا بدات مثلا اقرا ان البيوتين ده فيه زنك وسيلينيوم، وبدات اقرا ان البيوتين ده بيفيد الشعر، وبدات اقرا العناصر اللي فيه، وبدات اشوف ان ده مكمل غذائي وكل الكلام ده. سبت ورحت مسكت التليفون فتحته شويه. طب انا عدى ساعه ساعتين ثلاثه الوقت عمال يعدي حلو، بعد كده رجعت تاني بقيت اكمل بقيه المكونات اللي موجوده فيه وبشوف ده بيعمل ايه والكلام ده كله. تعالى بعد مثلا 10 ساعات، هو انت ذاكرت كام ساعه؟ هتيجي تقول لي 10. حاجه اقول لك طب هو انت ما شفتش الوقت اللي انت سبت فيه المذاكره ورحت مسكت التليفون؟ يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ انت بتوهم نفسك انك بتذاكر. هل انا بذاكر بجد؟ غلط. هل انا بذاكر بجد؟ انت بتضحك على نفسك. ده بقى اللي بيؤدي في الاخر انك تيجي وتقول انا تعبت وذاكرت بس ربنا ما وفقنيش. لا ربنا ما لا حاشا لله، حاشا لله. انت لو سعيت ربنا هيكافئك على قد السعي اللي انت سعيته، ربنا هيكافئك عليه. عمر طب ما هو في ناس بتذاكر بس ما بتجيبش مجموع، ربنا بيديها مكان افضل واحسن 100 مليون مره، ربنا هيوديها في مكان هترتاح فيه. انت ما تعلمش الغيب، هو ربنا رايد له هو الخير، بس هل انت عملت اللي عليك؟ حتى ده لما بيجي مثلا ما يجيبش مجموع هو بيرضى، انا خلاص عملت اللي عليا فانا راضي باللي انا وصلت له، فبالتالي هو بيرضى. ابعد عن التليفون تاني وما تنامش كتير، واظبط وقتك الفتره الجايه، وابعد عن صحابك اللي هم فتره مؤقته. انت لو لا قدر الله جبت مجموع وحش هتروح كليه في اخر بلاد المسلمين، هتروح بعيد خالص، صاحبك مش هيقول لك انا هاجي معاك، صاحبك هيروح هو يعيش حياته الجامعيه في انضف كليه في احسن جامعه، كل الكلام ده وانت اللي هتتمرمط. اسمع كلامي والله هتتمرمط، وانت كمان نفس الكلام. عشان كده بقول لك اسف ان انا واخد الموضوع جد المره دي، يعني معلش حقك عليا والله، بس انا بقول لك اللي لازم تفوق شويه. عشان ايه؟ الفتره الجايه صعبه. طب الفتره اللي فاتت انا كنت مستهتر، كنت بستعبط زي ما بيقولوا. الفتره الجايه لا، لازم اركز شويه. الفتره الجايه لازم اقعد بروحه كده واستعين بالله، استعين بالله، وتخلي انت حط في دماغك انك هتقدر، حط في دماغك انك انت هتقدر تعمل كل حاجه. ما هو اللي بيطلع الاول هو عنده ايدين وعنده 10 صوابع وعنده عينين وعنده ودنين بيسمع، عنده كل حاجه زيك. هتقول لي يا عمر هي اختلاف قدرات، انت عرفت قدراتك منين؟ انت يا حبيبي انت اصل بص برضه حتى بيضحكوا عليك بالنقطه دي، اصل هي قدرات يا حبيبي. انت مالك؟ هو انت معنى ان انت دخلت اتفرجت على الفيديو ده انت حابب انك تذاكر بس مش قادر، انت حابب انك تذاكر بس زي ما كنت بقول لك الفيديو اللي فات، عايز حد يمسك ايدك يقول لك يلا تعالى. انا بقى بمسك ايدك وهو بقول لك يلا بينا نبدا، يلا بينا بقى ايه، يلا بينا عشان اللي فات كان كتير، اللي جاي اكتر مليون مره، فنركز فيه عشان نجيبه. ده اللي انا اقدر اقوله لك، فاهمني؟ فركز شويه، ركز. اللي فات انت ضيعته خلاص، اللي جاي بقى ده مهم، اللي جاي ده مهم. قوم بقى. اصل هتقول لي اصل انا يا عمر قدرات، يا ابني قدرات ايه؟ القدرات دي يا حبيبي لو احنا مثلا في كليه علوم بقى بكليات، القدرات دي اتعملت للكليات. يعني مثلا انت قدرتك كليه الطب، ده قدرته كليه صيدله، ده قدرته كليه تمريض، كل قدرات في كده. انما انت دلوقتي انت اللي بتحدد انت هتروح فين. تيجي تقول لي قدرات يا جدع، انت بتقعد تذاكر كام صفحه وتخش تحل لك كام سؤال، بس هل بتعملهم؟ تيجي تقول لي قدرات ايه بس؟ قدرات ده الكلام اللي بيضحك عليا بيه قبلك، بس الحمد لله اني ما بقتش اسمع الكلام ده. لو انا كنت هقول قدرات معلش يعني انا اسف في الكلمه، انا سني صغير بس الحمد لله عندي من العلم الكافي. بص مهما اوصل ومهما اي حد يوصل احنا كده في حدود الله سبحانه وتعالى كده. بس انا بقول لك اهو، لو انا كنت فضلت اسمع الكلام يعني بفضل الله انا اعتقد يعني مش عايز احكي في الموضوع ده كتير، بس انا معظم المدرسين اللي موجودين دلوقتي بيدرسوا انجليزي هم مش ازيد مني في حاجه، الناس كلها احسن من انت احسن مني. انا بتكلم في شغلي، انا احب في شغلي اكون رقم واحد دايما وبسعى لكده.
فاللي جه قال لي انت سني صغير، انت سنك صغير، هو دلوقتي بيتمنى يعني ان هو يكون زي، بيتمنى يعمل اللي انا عملته. لو انا كنت سمعت الكلام وكنت قلت ده انا سني صغير مش هعرف، كنتش وصلت لاي حاجه. ما كنتش زمان الحمد لله مطلع كل الطلبه اللي معايا فوق ال 50 الحمد لله، 50 من 60 في الانجليزي. اتعب، اتعب واسعى، اتعب واسعى. انا بقول لك هو انا سن صغير بالنسبه للمدرسين كلها، بس انا بتعامل ان لا، انا الحمد لله جوايا وجوه نفسي انا الحمد لله، النتائج اللي بتطلع مني انا الحمد لله. بس توفيق من ربنا، توفيق. انت ما بتعملش حاجه غير ان انت تسعى وربنا ينولك التوفيق، بس خلصت. هنقعد بقى نقول اصل قدراتي، اصل طب ما انت ممكن تعمل وتصيب معاك، ما انت ممكن تبدا تشتغل على نفسك وتلاقي نتيجه في الاخر. والدك ووالدتك، اتعب واعمل اللي انا بقول لك عليه ده عشان والدك ووالدتك، عشان تيجي في الاخر تبقى فخور بنفسك زي ما بقول لك، عشان ما تشتغلش عند حد وتشتغل انت لحسابك. اتعب، اتعب عشان لحظه النجاح حلوه، مش لحظه النجاح بتاعت الثانويه عامه وان انت جبت 90%، لا ده انت داخل على مرمطه كبيره. ده انت يا ابني لما تجيب، انت مفكر ان انت لما تجيب مثلا مجموع كليه الطب كده انت ارتحت؟ انت كده انت داخل على تعب نفسي هتصلعها، نفسيتك هتتعب، هتلاقي لا حاجات كتيره جدا. بس المقابل انت جوه نفسك عزيز، جوه نفسك شخص عزيز. بص، اهم حاجه والله يا ابني كفايه انك بتشتغل لحسابك، بس كفايه انك بتشتغل لحسابك، كفايه انك هتقدر تساعد اللي حواليك، كفايه اخر حاجه اقولها لك، كفايه انك هتقدر تريح مامتك وباباك. بس دي كفايه ان مامتك وباباك اول مثلا كده ما تلاقي مامتك محتاجه حاجه انت في استطاعتك بالدنيا. انا كعمر انا اتمنى بابايا او مامتي يطلبوا مني حاجه، اتمنى كده مثلا بابايا يجي يقول لي ده انا كنت النهارده مثلا كذا، على طول اقسم لك بالله. فلو انت اصلا دي نيتك انك عشان تفرح مامتك وباباك وعشان تعمل لهم اللي نفسهم فيه، اصل خلاص هم هيكبروا وانت اللي جاي. فالسنه دي يلا اهو، يلا انا اسف ان انا بطول عليك والله، بس يلا انا متضايق ان ليه ما بتذاكرش؟ فابدا، يلا ابدا وان شاء الله ربنا هيكرمك، والله العظيم باذن الله ابدا وربنا هيكرمك. اخر حاجه عايز اقولها لك، ما تنساش انك تصلي على النبي وقول ورايا لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ولو ماشي استنى، ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو فانت حبيبي، والله العظيم انت حبيبي. وفي يا واد بيني وبينك عشره كده، وانت كمان والله العظيم اختي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بس يبقى في بيني وبينك عشره لو انت وصلت لحد هنا. اي فيديو انزله لك اسمعه للاخر، ما هو الكلام مهم والله، اسمع للاخر. ربنا يكرمك يا رب ويكبر بخاطرك، وانت كمان ان شاء الله ربنا يكرمكم السنه دي باذن الله وتبدا تفوق. السلام عليكم. صلى على النبي الاول. السلام عليكم.